في خدمه البلد وفي تطورها، وكلنا محتاجين جهد بعض. دي النقطه اللي كنت عايز اكد عليها، بغض النظر عن ان انت رايح فين، ولا هتتكلم مع مين، ولا هتنضم لانه حزب، ولا لانهي مجموعه، ولا لانهي فصيل سياسي وتتحرك عن طريقه. المهم ان انت تتحرك، المهم ان انت يبقى عندك راي، المهم ان انت يبقى عندك حلم تتحرك عشانه لمصلحه البلد. وما بعرفش اقدم حد بصراحه، ولكن انا يعني هتكلم عن اخويا محمد القصاص. محمد القصاص عضو الهيئه العليا في الحزب واحد مؤسسين. كان المتسبب في اني اتعلمت التدوين في 2003. في 2003 كان قصاص، كنا بنعمل مع بعض في عمل مجتمعي يعني، ويعني حصلت له يعني عرقله امنيه، فاضطريت ان انا اكتب مقاله يعني اتكلم عنه فيه. فمن ساعتها بدات ادون حتى الان. محمد قصاص له تجربه يعني طلابيه مشرفه على مدار ال 10 15 سنه اللي فاتوا في العمل الطلابي في مصر، واحد مؤسسي ائتلاف شباب الثوره، واحد اعضاء المكتب التنفيذي في ائتلاف شباب الثوره، واحد مؤسسي حزب التيار المصري، وله في النشاط المجتمعي والسياسي الكثير. وكان ما اعرفش ده تايتل ولا ايه، كان اصغر عضو في المحكمات العسكريه في 95. ينفع نسميه تايتل؟ في 2002. في 2002. يعني ان شاء الله يكون هو المعني بالعرض التقديمي او التعريفي لحزب التيار المصري ان شاء الله دلوقتي. اشكركم. يعني بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقه انا هبني على الكلام اللي قاله باسم، وهو صديق عزيز، وهو عضو في جمعيه بلدنا ومن اكبر الجمعيات المهتميه بالعمل المدني والمجتمعي في مصر. الحقيقه كلنا عشنا فترات طويله قبل الثوره، بعضنا كان ناشط قبل الثوره زي ما كان بيتكلم باسم، او زي احمد او زي غيرنا اللي كانوا بيمارسوا الحياه السياسيه والاجتماعيه، وكان ده يعني بيواجه بتعقيدات كبيره جدا، وبيواجه بانظمه هي يعني اكل عليها الظهر وشرب زي ما بيقولوا، لغايه لما جت ثوره 25 يناير. برضه بعدين كان له دور، ربنا كرمه ان هو كان له دور بدرجه من الدرجات في بعض الترتيبات الخفيفه قوي اللي هي محدش كان متوقع انها تتحول الى ثوره بشكل حقيقي وشكل فاعل وشكل كبير وشكل مؤثر. واثناء الثوره وما الى ذلك كان لنا دور. المجموعه اللي موجوده بشكل اشكال على المنصه كان لها دور فيما عرف بائتلاف شباب الثوره، وذلك الائتلاف الذي ساهم في التجهيز ل 25 يناير وفعاليات 25 و 28، وكان اول كيان اعلن عن نفسه من داخل ميدان التحرير يوم 5/2 يعني قبل التنحي، في بادره هي من نوعها ونوع من انواع التحدي للنظام اللي كان موجود، ان يطلع مجموعه منظمه شبابيه وتقول احنا موجودين في الميدان وهنشتغل لغايه لما يعني ان يرحل هذا الرجل مع غير طبعا. الحقيقه بعد التنحي استمرت فعاليات الثوره وزخمها المعهود، جه الاستفتاء عمل فجوه في المجتمع نتكلم عنها، واستمرت الفعاليات، استمرت انشطه الائتلاف وغيره من الحركات الشبابيه، واستمر هذا النشاط. الحقيقه كان في تفكير دائما واحنا في مجموعات الائتلاف بتفكرنا فيما هو بعد. اول لحظه واحنا بنحط آليات الائتلاف اللي كان بيكون من مختلف الاتجاهات السياسيه والافكار الايديولوجيه المختلفه والتنوعات المختلفه في المجتمع المصري. يعني الائتلاف في النهايه كان هيبقى له مرحله، يعني طبعا غالبيه الحركات هي في الاخر لها مرحله، تيجي مرحله ثانيه في المجتمع هيبدا يحصل نوع من انواع التنويع القانوني، هيحصل نوع من انواع اختلاف الدور او اختلاف شكل الدور. اختلاف شكل الدور ده هيتحول الائتلاف والحركات الى كيانات. الكيانات دي اما انها كيانات مجتمع مدني تمام بتعمل على العمل المدني والعمل الخيري والعمل التطوعي بدرجه من الدرجات، او كيانات ايضا هي كيانات مجتمع مدني ذات اللي هي دي اسمها الجمعيات،
والمؤسسات، وكيانات اخرى برضه مجتمع مدني ولكنها ذات طابع سياسي اللي هي بتسمى الاحزاب. واحنا في اعتقادنا على فكره ان هم جناحين لعمل المجتمع ولخدمه المجتمع، واحنا عندنا من ضمن اهداف الحزب يعني او من ضمن رسالته تعزيز دور المجتمع المدني بشكل عام، لان المجتمع المدني والمجتمع الاهلي في كل دول العالم بيبقى له دور كبير جدا في خلق المناخ السياسي، شايفين ده جزء من المناخ السياسي. من هنا جت مجموعه فكرت انها تكون حزب جديد يختلف بشكل من الاشكال او يعالج بشكل من الاشكال، يكون هو المنظمه المستمره لخدمه اهداف الثوره، وده الهدف الاساسي استكمال اهداف الثوره وخدمتها بشكل اساسي. يكون هذا الحزب نابع على او قائم على خدمه اهداف الثوره، وايضا يكون قائم على التنوعات الشبابيه، يعني يكون يشمل في تكوين المجموعه الشبابيه من الشباب الذين شاركوا في هذه الثوره سواء كانت في القاهره او غيرها من المحافظات، وده برضو كان حاجه اساسيه. ولكن احنا مفهومنا للشباب مش مفهوم عمري فقط، لا احنا كمان مفهومنا للحزب الشبابي لما نقول احنا بنحاول نكون حزب شبابي ثوري ان هو يقدم انماط جديده. دايما فكره الانماط الجديده، فكره الافكار الجديده، فكره الابتكار مرتبطه دايما بفكره الشباب نتيجه عوامل كثيره يعني. فقلنا ان احنا بنحاول نقدم انماط جديده، عشان كده حتى يعني انا هسبق كثير من التساؤلات كنا بنعملها في اللقاءات التعريفيه ما بنلاقيهاش اجابات عندنا، لان احنا بنحاول حزبنا على ايه؟ على شكل نمط جديد. زي مثلا هو ايه؟ انتوا انهي ايديولوجيه؟ زي مثلا فكره هو مين الرمز اللي معاكم في الحزب؟ كل اغلبيه الاحزاب اللي خرجت بعد الثوره هتلاقي الحزب قايم، ومين اللي بيصرف على الحزب؟ دي التساؤلات دايما بنتسال. احنا بنقول ان احنا بنقدم شكل جديد، احنا مش بنقدم ايديولوجيه محدده سواء مثلا التصنيفات التقليديه اللي كانت موجوده اسلامي ولا ليبرالي ولا يساري، التصنيفات دي مش بنقول ان حاجه جديده غير الثلاثه. التصنيفات الثانيه اللي موجوده مين الرمز اللي في الحزب؟ عندك عمرو حمزاوي ولا عندك مين مثلا، ولا عندك ابو الغار، ولا عندك مين؟ بنقول لا احنا ما عندناش رموز سياسيه لان حزبنا مش قايم على الرمز، قايم على يمكن ان نسميه بكاريزما المجموعه، اللي هي المجموعه دي اللي هي مجموعه الشباب اللي شاركت واشتغلت، يبقى كاريزما جماعيه اللي بتدي كيان في الثاني اللي هو الكاريزما مش الكاريزما بتاع الشخص. قايم على فكره ان مفيش رجل اعمال بيصرف عليه، قايم على تبرعات ممكن تكون من رجال اعمال او من اعضاء الحزب او من غير اعضاء الحزب، لكن مش قايم على ان في رجل اعمال خلف هذا الحزب يصرف عليه زي سين او صاد من الاحزاب الموجوده. دي كلها انماط جديده، انماط شبابيه. فعشان كده جت فكره الحزب قايم على هذه الفكره ان يكون حزبا شبابيا، حزبا ثوريا بيحافظ على مبادئ واهداف الثوره، اتعلم من الثوره بقدر الامكان، حاول ان هو يكون متعلم من الثوره ومتعلم مما حدث من قبل الثوره ايام النظام القديم. كان في شويه مسلمات موجوده او حاجه لقينا لاحظناها، اهم حاجه يعني لاحظناها في فتره الثوره ان النجاح الحقيقي للثوره في داخل ميدان التحرير وغيره من الميادين انه قام على وحده الهدف، في هدف واضح لصالح البلد، في هدف الناس كلها تشتغل لصالح التخلص من الطاغيه اللي بيحكم البلد، على اساس ان بعديها هتبقى البلد تنتقل الى مرحله جديده. نتيجه الهدف الواضح دوت كل الناس تخلت عن حساباتها الشخصيه، تخلت عن مصلحتها الحزبيه، تخلت عن صراعها الايديولوجي الفكري. كل الناس تخلت عن هذه. طيب انا ممكن مثلا انا في ميتنج دلوقتي هكلم حضرتك كمان شويه. دايما يحاول يزرع دايما بدون الصراع، ودايما يزرع ثنائيه، اسلامي ولا علماني، يساري ولا ليبرالي، يمين ولا شمال. دي كانت مثلا احد الاشكالات دايما النظام بيحاول يعملها في مختلف المجالات، هي دايما في ثنائيات في مختلف المجالات ويعمقها ويزودها ويعصبها، حتى في مجال الرياضه، حتى في مجال العلم، دايما كان بيحاول يزرع الثنائيات دي ويعمقها. لما حصل في التحرير الناس تخلت عن كل هذه الثنائيات وتوجهت لهدف مصلحه الناس. لقينا كمان ان من اهم اللي كان بيميز او اللي كان بيعمله النظام السابق ان هو متمركز حول مجموعه، المجموعه دي هي نخبه، النخبه دي اعداد قليله ما سموها النخبه الحاكمه او النخبه السياسيه الحاكمه، هي اللي مسيطره على كل حاجه وهي اللي بتعمل شكل من اشكال الديمقراطيه. هم مع بعض ينزلوا مع بعض، مترتبه الانتخابات،
يوصل مجموعه تبقى هي الحكومه، مجموعه ثانيه منهم تبقى هي مجلس الشعب، وتبقى في شكل ديمقراطي دون مضمون. ديمقراطيه يسموها علماء السياسه ديمقراطيه تمثيليه. ولقينا كمان ان المجموعه دي متمركزه في حتت محدده في العاصمه، ومحاوله مجموعه محدده فهي مجموعه مركزيه. عشان كده لقينا ان احنا لما جينا نعمل الحزب او المجموعه المؤسسه الرئيسيه بدات تفكر في الحزب، لقيت ان في مبادئ اساسيه هيسعى الحزب. المبادئ الاساسيه ديت هي 4 حاجات. الحاجه الاولانيه مبدا هنسعى لتعزيزه وتطبيقه. هو الكلام ده في مضمون الورقه اللي معاكم، يعني مش موجود في الورقه اللي معاكم. انها مبدا الديمقراطيه عبر التشريعيه. الديمقراطيه التمثيليه عصرها انتهى، وقتها انتهى. بعد الثوره لن نقبل مره اخرى ان يكون هناك ديمقراطيه تمثيليه. عايزين ديمقراطيه حقيقيه يعيشها هذا المجتمع المصري، مش بس عن طريق انتخابات حره ونزيهه، مش بس عن طريق الانتخابات حره ونزيهه، لا بس كمان عن طريق توسيع مشاركه الشعب بشكل ما في القرارات وفي مراقبه الحكومه وما الى ذلك. ودوت ما كانش موجود قبل كده. احنا بنسعى ان هو يكون موجود بشكل عملي. حتى بره يعني تلاقي كل حاجه يقول لك في استطلاعات راي، تلاقي الناس مهتميه قوي باستطلاع الراي، قال كذا واستطلاع راي. هنا ما فيش هذه الثقافه. استطلاعات الراي بتبقى كلها حاجات وهميه ومضروبه، لكن هناك بره في استطلاعات راي حقيقيه لانها بيتبني عليها درجه من درجات القرار السياسي اللي موجود. مثلا واحنا نازلين في الانتخابات اللي فاتت، انا شرفت ان انا اكون مرشح في الانتخابات على راس قائمه ثوره مستمره في دائره شرق القاهره. كنا حاطين في برنامجنا الانتخابي لحزب التيار المصري فكره جديده من نوعها، انفردنا بيها في افكار البرامج الانتخابيه اللي فاتت كلها. الفكره ديت وهي قايمه على الاتي، كانت بتجيب عن تساؤل دايما كنا بنساله في جلساتنا الانتخابيه. هو انت لما بتقول كلام لما توصل للبرلمان ازاي هنحاسبك ان الكلام ده حققته او ما حققتوش؟ ففي فكره خرجت من احد الشباب قال ان في بعض الدول بره بتعمل حاجه اسمها سحب الثقه من الناس. ما بيستنوش ال5 سنين اللي بيقعدها يلعبوا مجلس الشعب واللي يكون فيها بعد 2-3 سنين بدأ خلاص يعرف اللعبه ماشيه ازاي ويظبط مع الادارات اللي موجوده وبدا يبدا يستفيد ماديا ويهتم بمصالح الشخصيه، وتلاقيه ساب الشعب والدايره اللي هو انتخبها والجماهير اللي عملها بقى عرف يظبط نفسه. وتقابلني بعد 5 سنين ممكن ساعتها الناس لو في يعني ديمقراطيه حقيقيه ممكن يشيلوه، بس بعد ما يكونوا استحملوه الدوره كامله 5 سنين. قلنا لا، قلنا لا والله لو بعد سنه او سنتين مثلا اهل الدايره اكتشفوا ان هذا البلد لا يحقق امالهم ولا طموحهم ولا يعبر عن افكارهم وبيعمل مصالح ثانيه بقى مع نظامهم وما ذلك، يكون عندهم من حقهم سحب الثقه منه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو النائب ده نجح بمليون صوت مثلا، لو اجتمع رقم 30% مثلا حوالي 300,000 صوت، انا بقول ان المثال ده تقريبي يعني، وجمعوا توقعات من الناس الناخبين دول 300,000 ناخب اللي انتخبوا هذا النائب، من حقهم ان هو يسحبوا الثقه منه قبل مده البرلمان ويتعمل انتخابات جديده. دي احد الافكار مثلا اللي بتعبر عن فكره ان يكون المجتمع له دور في الديمقراطيه بالمشاركه عبر التشريعيه مش بس تمثيليه. طبعا بالاضافه الى الانتخابات النزيهه وما الى ذلك. ده كان مجرد مثال. المثال الثاني او الامر الثاني اللي احنا المبدا الثاني اللي هيسعى الحزب بشكل سياسي في تطبيقه هو مبدا اللامركزيه. لان احنا المركزيه الشديده هي معانا منها العصر السابق، مركزيه شديده في الاداره، تمركز السلطه في ايد 4-5 هم البلد كلها. فدوت يتم ازاي؟ ده يتم عن طريق توسيع المشاركه في اداره البلاد. معنى كده ان ده يتم بالتحديد داخل المحافظات عن طريق مشاركه الناس في اختيار المحافظ ومراقبه على المحافظ، وان يكون قانون الحكم المحلي يتغير ويبقى فيه مجالس محليه حقيقيه منتخبه لها سلطات سياسيه ولا سلطات اداريه واسعه داخل الدوائر. لان دوت لو اتحقق هيعالج امور كثيره جدا من المشاكل اللي موجوده داخل المجتمع. الحاجه الثالثه او المبدا الثالث هو تمكين المهمشين سياسيا، وده احنا شفناه واضح وجالي بعد الانتخابات. بعد الانتخابات التي تاتي بعد الثوره هنلاقي تماما السيدات
حد عارف في كام سيده في البرلمان؟ حضرتك مثلا عارف في كام سيده في البرلمان؟ في كام؟ في كام؟ 7؟ لا مش 7، هم اكتر شويه، هم 11 سيده في البرلمان، 508. 11 سيده منهم 2 معينات، يعني التسعه هم اللي جم بالانتخاب فقط. طب السيدات اللي شاركوا في الثوره واللي اتسحلوا، البنات اللي اتسحلت وبعد ذلك يبقى تمثيلهم في البرلمان 9 من 508، يعني ده لا يليق بأي شيء. طيب طب تعالوا نشوف الشباب، عمالين نقول الشباب وائتلاف الثوره وشباب الثوره وشباب 6 ابريل، في الاخر في كام شاب في البرلمان دون 40؟ انا ما عنديش احصائيه كامل، لكن حسب الاحصاءات اللي عندي انهم حوالي حاجه و30 شاب. اغلبيه لو استبعدنا منهم اللي هم داخلين على حزب النور وما حزب الحريه والعداله، هنلاقي ان هم في الاخر الموضوع ما فيهوش اكتر من 3-4، منهم واحد خلاص اهو هيترفد. ماشي، زميلنا زياد اللي معانا في الائتلاف، الائتلاف كان له 2 من المكتب التنفيذي بتاعه اللي هو زياد العيني بس كامل، هم 2 بس اللي دخلوا من البرلمان. فده معنى كده ان فئه الشباب ما زالت بعد الثوره مهمشه سياسيا. طيب فئه الشباب وفئه المراه، فئه اصحاب الاحتياجات الخاصه، دي فئه مهمه جدا ومنسيه، وتمثل اكثر من 3 مليون تقريبا واحد موجود في مصر. لا احد ينظر مش بس حقوقهم، لا كمان محدش هيحاول ياخد. فتمثيل مهمشين سياسيا واللامركزيه والديمقراطيه عبر الاشتراكيه دي مبادئ هامه جدا. لكن قبل المبادئ ديت في مبدا تاني احنا بنسعى نقول بشكل كبير جدا من خلال الحزب ومن غير حتى الحزب، وهو مبدا البعد عن اشكاليات الاستقطاب الايديولوجي. احنا شايفين وشفنا كلنا من بعد 19/3 اللي هم يوم الاستفتاء بدأ في مصر عودة إلى تكريس الاستقطاب بشكل بشع، ويوم عن يوم بيزيد هذا الاستقطاب وبما يؤدي إلى وضع استبدالي. الاستقطاب ما بين مسلم ومسيحي، ودوت معروف طول عمره، دي أسهل حاجة تشعر في مصر إن أنا أعمل فتنة فاصلة. الاستقطاب ما بين الاسلامي والعلماني اللي اشتغلنا عليه في الاستفتاء واشتغلنا عليه في الانتخابات، مش احنا اشتغلنا عليه، الشعب اشتغل عليه، وكان سبب في ان بعض التيارات حققت مكاسب كبيره وما زالت قايمه على تغذيه، على انها كسبت من ده، كسبت مقاعد، كسبت حقيقي، فبدات تسعى اكثر لتغذيه هذا الاستقطاب. الاستقطاب دوت اللي هو زي ما قلنا سواء ما بين اليميني واليساري، انت ليبرالي ولا شيوعي، انت اسلامي ولا علماني، انت مسلم ولا مسيحي، هذا الاستقطاب الحقيقه احنا شايفينه من اخطر الحاجات على مستقبل مصر، هو تعميق هذا الاستقطاب. عشان كده بنجتهد طول الوقت ان احنا نفكر بره هذا الاستقطاب. من هنا جت فكره ان اديكم مثال، يعني اشرف ان انا كنت موجود فيه ان في ائتلاف شباب الثوره والتيار المصري والمجموعات الشبابيه فكرت في فكره ان الانتخابات يبقى في استقطاب، لو هيبقى في استقطاب يعني في الانتخابات، يبقى الاستقطاب الاولى ان يكون موجود هو ثوره او لا ثوره، او ثوره ضد الفلول. بما ان احنا ما قدرناش ان احنا رغم ضغوطنا من يوم 27/5 بالتحديد، جمعه 27/5 اللي هي جمعه الاقتصاد السياسي، بدانا نضغط على ان يكون في قوانين للعزل السياسي وللغدر السياسي ولمحاكمه الوزراء، ما حصلش استجابه لده، فقلنا معركه الانتخابات الاهم فيها هو ان يتم اقصاء الفلول وان ياتي اي احد اخر بشكل اشكال مش بغض النظر عن توجهه الفكري. فمن هنا جاء الفكره محاوله جمع الجميع قائمه وطنيه موحده. فشلنا، بقول لكم بصراحه فشلنا لان فعلا كان الاستقطاب هو المسيطر على الموضوع، ولقينا خرج مجموعتين، مجموعه اسمها التحالف الديمقراطي ومجموعه اسمها الكتله المصريه. التحالف الديمقراطي بياخدها الاخوان والكتله المصريه بياخدها المصريين الاحرار، وبقت فعلا استقطاب مسلم ضد مسيحي واسلاميه ضد علمانيه، وكان الوضع سيء جدا. حاولنا تقريب وجهات النظر ما قدرناش، فمن هنا جت فكره تحالف الثوره مستمر اللي قايم كان هدفه الاساسي انه يقدم نموذج زي ايه؟ يقدم بعض مرشحين شباب ماشي، يقدم زي ما قلنا نموذج جديد انه قايم على فكره ان يبقى قائمه موحده فيها كل الافكار، فيها التحالف الشعبي الاشتراكي، فيها مصر الحريه الليبرالي، فيها المسلم وفيها المسيحي، وفيها احزاب، احنا احزاب تصنف انها محافظه زي حزبنا، احنا بنصنف نفسنا انه حزب محافظ، فحزب التيار المصري وسط المحافظ، وحاولنا نضم بعض الاحزاب الاسلاميه وقعدنا معاهم، حاولنا نضم بعض احزاب اكثر زي الكرامه والقوميين
حاولنا، لكن في الاخر كان في اتحاد الاعمار المستقل، اتحاد الاخوات المستقله، ائتلاف شباب الثوره تنويعاته 6 ابريل و6 ابريل، وفي التيار المصري، وزي ما قلت لكم التحالف الشعبي. قلنا نعمل نموذج ولو مصغر ويبقى هدف الثوره، يعني هنا جه بالذات بعد الخامس، عشان كده جه اسم الثوره مستمره، وداخليا تبقى القائمه فيها كل التصنيفات في محاوله مننا ان احنا نقدم نموذج في كسر هذا الاستقطاب، ولو نموذج يبقى في سلوك مختلف حول غير الكتلتين اللي كانوا موجودين. دوت مبدا برضه نسعى اليه بشكل كبير جدا. دول 4 مبادئ بنسعى الى تنفيذهم بشكل اشكال. انا حابب ان انا اقول دوت المبادئ دي زي ما بننفذها او بندعم تنفيذها، بنحاول بقدر الامكان انها تكون مسيطره على ادبياتنا او تحركاتنا داخل الحزب. فبنسعى ان مثلا الوحدات الحزبيه لما تكبر وتبقى موجوده في المحافظات يبقى ليها نوع من انواع الاستقلاليه في اداره شؤونها وما الى ذلك. الديمقراطيه مثلا عبر التشاركيه دي احنا بنسعى مثلا في وضع البرنامج. عملنا فكره برضو بنسميها شايفينها انها فكره جديده شويه في كتابه برامج الاحزاب، وهي قلنا في آلية مختلفة لكتابة البرامج. كل الناس بتيجي تعمل حزب فبتجيب البرنامج مكتوب. سهل جدا ان انا اجيب 5 6 اساتذه جامعه محترمين من مصر المخلصين ويعملوا برنامج جميل جدا. وانا مش معترض على ده، لكن احنا قلنا لا، احنا هنحط رؤيه ورساله ومرتكزات، وهنحط ملامح رئيسيه لمشروع البرنامج. ماشي، ده في ورقه ثاني مختصر زي الورقه اللي معاكم. لكن البرنامج يكتب عن طريق التشارك باكبر قدر ممكن مع الجماهير، بمعنى ان يكتب البرنامج من خلال ورش عمل شعبيه جماهيريه. شعبيه جماهيريه ازاي؟ عندنا مشكله الزراعه، مشكله زي اللي موجوده دلوقتي، مشكله القطن او مشكله البطاطس، دي مشكله حقيقيه موجوده في الزراعه دلوقتي. طيب ايه هي الحل؟ الحل ان انا اجيب المزارع واجيب المصدر واجيب المصنع صاحب المصنع واجيب اساتذه الزراعه، ونعمل ورش عمل مع المجموعات دي كلها، بحيث في الاخر هيطلعوا منتج سواء يلتقوا مع بعض. يبقى دورنا هنا ان احنا يا اما نقعد مع كل واحد على حده، او ان احنا نقعد نجمعهم كلهم فيطلعوا حلول عمليه خارجه من ارض الواقع. يبقى هي دي برنامجنا او رؤيتنا في برنامجنا لحل مشكلات مثلا تصدير المنتجات الزراعيه او صناعه الالبان او الصناعات الزراعيه او صناعه المنتجات الزراعيه او ما الى ذلك. قس على ذلك في الصحه، قس على ذلك في التعليم، قس على ذلك في كل المشكلات. يبقى عملنا آلية، نمط جديد لآلية البرنامج، وفي نفس الوقت عملنا أكبر قدر ممكن من التشاركية في وضع البرنامج بتاع الحزب. هي دي من ضمن الحاجات اللي احنا حابين نفكر فيها. طيب في موضوع الاستقطاب قلنا ان احنا مش هنصنف نفسنا اي تصنيف تقليدي من التصنيفات الموجودة. احنا بنصنف نفسنا ان احنا حزب وسطي. وسطي بمعنى ايه؟ انه وسط بين الايديولوجيات المختلفة، بيأخذ من كل مكان ما يفيده وما يفيد المجتمع. فإذا كانت الليبرالية أهم ما يميزها هو الحرية والديمقراطية والدولة السلم للسلطة، فإحنا كمان هنأخذ من الليبرالية هذا، وإحنا من هذا التصنيف نصبح ليبراليين. وإذا كانت الاشتراكية جوهرها الحقيقي قائم على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتوفير خدمات، الدولة توفر خدمات للمجتمع وللمواطن أهمها خدمات الصحة والسكن والتعليم، فنحن في هذا الإطار الاقتصادي ربما نكون اشتراكيين، نصنف ان احنا اشتراكيين. واذا كان هذا المجتمع يحترم الدين والاخلاق ودينه سواء المسلم او المسيحي منه بنلاقيه متدين وبطبيعه ولا اصل في المجتمع، فنحن ايضا محافظين نحترم هذه تقاليد المجتمع ودينه وعاداته واخلاقياته بشكل اساسي. واذا كانت القوميه العربيه والهويه شيء مهم في حياتنا وشيء مهم لوطننا، فلان مصر وطننا فنحن نحترم ذلك ايضا. ونرى ان مصر على المستوى الخارجي بقى بيشملها دوائر ثلاث. دوائر ثلاث لابد ان تعود الى مصر الرياده في دوائرها الثلاث. وده مصطلح بقول ان هو مصطلح دوائر الثلاث ده ظهر فتره من فترات ايام الحقبه الناصريه او الحقبه الستينات، لكن هو له اصول بتمتد من زمان. يعني مثلا ايام الخلافه العثمانيه كانت مصر في لغايه دلوقتي في تركيا، حكاها لي احد اصدقائي راح تركيا، سوق اسمه السوق المصري. السوق دوت سوق بهارات وتوابل. ليه سموه السوق المصري؟ لان مصر كانت هي الحصاله لجميع المنتجات دي، تيجي من كل افريقيا وربما تيجي احيانا من كل الدول العربيه الاسيويه، تتجمع في مصر ثم ترسل الى العاصمه اللي هي يعني اسطنبول،
من هنا تبدا تتوزع على كل الاقاليم وتبدا تصدر لاوروبا وما الى ذلك. ده كان وضع مصر. يعني هذه الرابطه موجوده في كل العصور. لما تبدا الرابطه دايما مهمه، رابطه مصر الثلاث دوائر دول هم ثلاثه. اولا الدائره العربيه فمصر، يعني امين جامعه الدول العربيه، وهي عضو في جامعه الدول العربيه، وهي جزء اساسي وجزء الاهم في الوطن العربي. والدائره الثانيه هي الدائره الاسلاميه، مصر عضو في منظمه المؤتمر الاسلامي وهي الدوله الفاعله في دول العالم الاسلامي. والدائره الثالثه المنسيه وهي الدائره الافريقيه، اللي مصر جغرافيا جزء من قاره افريقيا الغنيه بالموارد، واللي بعدنا عنها خسرنا كتير جدا من مواردنا لو احنا خلينا عن دورنا بيد. فبنسعى بشكل رؤيتنا الخارجيه ان الدوائر الثلاث دولات مصر تكون هي الدوله الرائده والفاعله في الدوائر الثلاث. دوت كله بيتم عبر رؤيه. احنا شايفين ان احنا لو الرؤيه دي اتحققت بعدنا عن المشاكل الموجوده وحققنا الاهداف والمبادئ دي بقت موجوده في المجتمع، ممكن خلال 15 20 سنه تعود مصر وتصبح دوله رائده ومن اهم دول العالم او من افضل دول العالم، 10 دول في العالم، ويصبح للمواطن المصري دخله من اعلى معدلات الدخل على مستوى العالم. وده حلمنا ورؤيتنا ان احنا بنقول لو المبادئ دي اتحققت ولو النظام ده اتحقق هيبقى ده موجود بشكل من الاشكال. انا مش عايز اطول، كل ده طبعا اللي انا بقول او المبادئ اللي بقولها قايمه على فكره اساسيه، وهي ان المواطن والراس المال الحقيقي اللي يجب ان نستثمر فيه للدوله المصريه، وهو اهم وعاء استثماري. لان كل ده مش هيتحقق الا بوجود المواطنين المصريين، وجود شباب لسه عندهم الرؤيه، لسه عندهم الحلم، يقدروا يتجمعوا مع بعض تنظيمات زي تنظيم او زي حزب التيار المصري او غيره من الاحزاب اللي لو بيحمل نفس الافكار، يبقى في ترابيط بين الاحزاب حتى اللي لها افكار ايديولوجيه مختلفه، بيبدا يبقى في نوع من انواع التعاون لتحقيق الاهداف اللي موجوده. انا يعني مش هقول لحضراتكم، واحاول ان ينتقل الحوار من حوار من متحدث الى مستمع الى حوار نقاشي، عشان نرحب لو حد له استفسار او نقاش فيما عرضناه. انا وزميلي احمد هنبقى تحت امرك. اتفضل. طب بالنسبه اللي هو الوضع اللي هو الحكم العسكري الموجود دلوقتي، هل موقفكم منه ايه؟ احنا بدأنا ان احنا جزء من ائتلاف شباب الثوره، فموقفنا اظن واضح. احنا نرى ان المجلس العسكري فشل في اداره الفتره الانتقاليه بشكل واضح جدا. مين اللي هيمسك ده؟ احنا رؤيتنا انه فشل في اداره المرحله الانتقاليه، والفشل ده عاد الى على البلد، وبدا دلوقتي يعود حتى على المؤسسه العسكريه نفسها. وكلنا يمكن او بعضنا يعرف ان الوضع بقى اصبح حتى داخليا في مشاكل، لانه اصبح هزت الثقه بين المجتمع المصري وبين المجلس العسكري بشكل مباشر. احنا الرؤيه اللي تبناها سياسيه في هذا الموقف، وهي دعوه الى الرئيس اولا، ان احنا شايفين ان احتراما حتى للتعديلات الدستوريه سواء اتفقنا او اختلفنا عليها، بما انها بدات من الطريق ده بدا بانتخابات برلمان وانتخابات شورى. الطريق ده لابد ان يكمل بانتخاب رئيس زي ما ورد في التعديلات الدستوريه. لو جه رئيس دوت باسرع وقت ممكن، وياتي هذا الرئيس فينتقل السلطه زي ما انتقلت السلطه التشريعيه، تنتقل اللي كانت موجوده في المجلس العسكري الى مجلس الشعب، تنتقل السلطه التنفيذيه الى ايد رئيس يبقى مسؤول عن اداره شؤون البلاد، ثم يوضع الدستور اللي هيكون مرجعيه بشكل من الاشكال. كمان وجود رئيس اولا دوت يفوت الفرصه على تدخل المجلس العسكري في وضع الدستور وعمل وضع مميز لداخل الدستور. طب يعني طبعا لو جبت الرئيس اولا، ما هو الدستور اولا لازم يتعمل عشان ما يجيش ديكتاتور جديد. لا مش ديكتاتور، لان قواعد الدستور موجوده او قواعد الرئيس موجوده في نص التعديلات الدستوريه، ومفيش ديكتاتور لان هنا في سلطات ثانيه موجوده. هو جاي ملوش سلطه دلوقتي محدده، يعني بالذات ان هو ملوش مرجعيه محدده. في الغالب القوه اللي هي موجوده في البرلمان ذات الغالبيه ملهاش مرشح رئاسي، فمش هيجي منها. يبقى هيبقى ده مهم جدا. وفي قوه الجيش، ودي برضه من ضمن المعرفه لازم ناخدها، ان احنا ناخدها ان ما يجيش مرشح في الاخر يخضع لهذه الاغلبيه او يخضع لمجلس العسكري، مرشح وطني بشكل من الاشكال ما يخضعش لاي طرفين دول، فيبقى في هنا قوه جديده تواجه هذه القوه، فيشبه اي اتفاق ممكن يحصل بين الطرفين دول على وضع الدستور. في نقطه كمان في الموضوع ده، موضوع التخوف من الرئيس اللي يجي ده من انه يبقى مصنع دستور جديد.
انا متخيل غير وارد دلوقتي. انا متخيل ان احنا تجاوزنا المرحله دي، بالاخص ان احنا بنقول الرئيس ده هيجي بانتخاب، وهيجي بانتخاب في ظل وجود مجلس الشعب منتخب بشكل مباشر من الناس. بغض النظر احنا شايفين النتيجه النهائيه ليه مرضيه ولا غير مرضيه، فبالتالي احنا تجاوزنا النقطه دي. واظن من يثير النقطه دي كتير هو اللي بينادي بوجود العسكر واستمرار العسكر يتحرك. يعني هو بيخلقوا لنا فزاعه جديده اللي هي طب ما انتوا حركتوا، ولو جه قبل ما يجي الدستور الجديد ما انتوا كده بتجيبوا دستور جديد. هي معناها عايزين يوصلونا لمرحله ان العسكر يكونوا موجودين والدستور بيتكتب، والماده 9 و10 اللي كانوا موجودين في وثيقه السلم يتم تمريرهم مره اخرى ان هم يضمنوا للعسكر نوع من انواع الهيمنه بشكل مع الحياه السياسيه. وده اللي احنا قلنا. طب انتوا حاولتوا تعملوا حوار معين مع المجلس العسكري تعرفوا بالظبط ايه مثلا مخاوفهم، ايه اللي بيخليهم بيديروا البلاد بالشكل اللي اداروا بيه قبل كده؟ لكن سمعت قبل كده ان في الجورنال حصل ان هم لقوا اسلحه بتتهرب، اسلحه مضاده للطائرات بتتهرب من عند السويس. في جه شخصيه عسكريه مسؤول عسكري من المجلس 19 جه قال دلوقتي يا جماعه حطوا الامور كلها في اطارها العام، يعني انتوا شفتوا اسلحه بتتهرب لجوه مصر، حطوا الامور كلها في اطارها العام وقدروا موقفنا عامل ازاي. حطوا الامور كلها في الاطار العام اللي بيحصل، يعني في اطار ان في اسلحه بتتهرب، فتحطوا اللي بيحصل ده كله في اطار الاحداث كلها. ما هو كان في اطار ان مصر على فكره صعيد مصر على الاقل وجزء كبير جدا من الريف فيه كميه اسلحه كبيره جدا. لا ده اسلحه مضاده للطيارات مش اسلحه يعني. لا في اسلحه، انا بكلمك في بازوكا في الصعيد، وفي بعد اسلحه مضاده للطيارات. انا بقول لك في بازوكا في ار بي جي. في ظل وجود الاسلحه دي في بيوت المصريين في الريف وفي الصعيد قامت الثوره، اتحرك وتم التنحي وقامت كل الاحداث السياسيه دي ولم يتم استخدامها. دي احدى الفزاعات التي يتم تناولها في الاعلام. وحتى طب فين القضيه بتاعتها؟ مين اللي احنا مسؤول مسؤول عنه؟ هو مسؤول بشكل اشكال عن الوكالات الامنيه، مسؤول عن تامين حدود البلاد. دي مهمه اساسيه للمفروض المجلس العسكري قايم فيها هذه الفتره، وغير هذه الفتره في حدود البلاد مهمته هو كون ان هو فشل في منع تهريب اسلحه. دي مشكلته، دي مشكلته منتهى الوضوح والصراحه. خلينا نحط الوضع الحروف. مين مسؤول عن تامين حدود البلاد؟ ده احنا بنقول يعني ان المهمه الاساسيه للجيش تامين حدود مصر. عندما يفشل في ذلك ما يجيش يلومنا انا، انت فشلت خلاص روح عالجك، وانا ما طلبتش منك انك انت تقومش بالمهمه دي. بالعكس انا بقول لك ركز في المهمه دي واترك مهمه السياسه والحكم لاهل السياسه والحكم. فاحنا جميل جدا. ومن ضمن الحاجات اللي انا قلتها ان حتى المجلس العسكري فشل في الاداره السياسيه بدا يتحول الى فشل حتى في اداره الامور العسكريه. انا قلت الكلام ده، وان في مشكلات بدات موجوده داخل المؤسسه العسكريه نتيجه تضارب المصالح ونتيجه انشغاله في اشياء اخرى غير الامور غير الواجب اللي هو عليه. وزي ما الشباب اتحرك في يوم من الايام لما مات 4 جنود استشهدوا جنود على الحدود، تحرك الشباب حتى اللي اتحركوا وراحوا ووقفوا على السفاره ونزلوا علم وما الى ذلك، كان تحرك خدم جدا المجلس العسكري وخلاه يضغط على بره وخدم الخارجيه المصريه. فانا اقدر اوظف تحركات الشباب واقدر اوظف فعاليات الثوره لو انا عندي قدره سياسيه حقيقيه على تحقيق مكاسب داخليه وخارجيه للبلد لو انا احسن اداره امور البلاد. لكن عندما افشل في اداره امور البلاد واحاول ارمي الشماعه على فزاعات مختلفه دي تبقى شيء مختلف. ده اعتراضنا على اداره المجلس العسكري للبلاد بالطريقه دي. في سؤال تاني؟ حتى اتفضل. تمام. الحقيقه دوت سؤال مهم جدا، لان احنا انا شخصيا زي ما كان بيتكلم باسم، انا كنت واحد من شباب الاخوان وكنت عدد مرات في هذا وحكمت عسكريا وانا في الاخوان، وكنت موجود في الاخوان لغايه شهر 7 اللي فات، وتم فصلي من الجماعه نتيجه اختلاف في المواقف السياسيه حول فعاليات مختلفه للثوره. كنت انا ممثل حتى شباب الاخوان في ائتلاف شباب الثوره، ثم سحبوا هذا التمثيل درجات في يوم 27/5 اللي اتكلمت عنه من شويه، لما كنت نزلت مع مجموعات من الشباب بنقول جمعه الحصول السياسي وطلبنا تطبيق التطهير، بينما الاخوان سموها جمعه الواقعه والعلمانيين سموها جمعه الدستور اولا، بينما ائتلاف شباب الثوره والمجموعات الشبابيه كانت تسعى الى المبادئ الاهم وهو التطهير والمحاكمه الاقتصادي والسياسي، بينما كان الطرفين وده جزء مهم قوي، الطرفين كان كل واحد بيستقطب يجيبوا على حسب مزاجه. حتى الناس حاولت تصوروا جمعه الدستور اولا، الناس حاولت تصوروا ان هو جمعه الوقيعه بين الجيش والشعب وما الى ذلك. لما نزلنا وخدنا الموقف ده كان سبب من الاسباب الاساسيه لتدهور العلاقه الداخليه، ومش ده كان في قبل منه مواقف وبعد منه مواقف، فتم تصويره من جماعه الاخوان
المجموعة المؤسسة فيها عدد من شباب الإخوان، لكن دلوقتي بعد انضمام مجموعات أخرى بقى هم مجموعة من ضمن المجموعات اللي موجودة. انضم لينا مجموعات التأكيد، انضم لينا مجموعات من الشباب من أجل العدالة والحرية، انضم لينا مجموعات حزب الوسط، انضم لينا مجموعات مختلفة، وده أصبح كل دول بيكونوا المواقف. ومواقف الحزب اللي هو تحت تأسيس حتى الآن من شهر 7 اللي فات، من اول اعتصام 8/7 الحزب ترك تقريبا اعماله وانضم لاعتصام 8/7، بينما الاخوان رفضوا الاعتصام 8/7 مرورا باحداث محمد محمود مجلس الوزراء. كل الاحداث السياسيه كانت متناقضه تماما مع مواقف الاخوان، مش لان احنا عايزين نعملها متناقضين مع مواقف الاخوان خالص، ما يشغلناش هذا الامر، اللي بيشغلنا ان احنا بنختار الموقف السياسي الصحيح اللي يفيد البلد والثوره. واضح معهم الاخوان اهلا وسهلا، اعرض معهم اهلا وسهلا، فاحنا في خطنا. وده اللي كان حاصل في الفتره اللي فاتت، ان خطنا واضح جدا انه ليس له اي علاقه بخط الاخوان السياسي او الثوري. طب وايه اللي خلى الاخوان يعمدوا على تشكيل حزب والانفصال؟ ايه اللي شجعهم على الانفصال عن الاخوان؟ مين اللي بيحصل؟ يعني شباب الاخوان اللي هم كونوا حزب التيار المصري، ايه اللي شجعهم على الانفصال عن الاخوان ويكونوا حزب؟ لا، في حاجتين بس. اول حاجه زي ما قلت لحضرتك ان هو مش علاقه ما بين الاثنين، يعني في مجموعات ثانيه من شباب الاخوان دخلوا احزاب ثانيه، في ناس دخلت احزاب العدل، في ناس دخلت احزاب النهضه، في ناس دخلت احزاب الوسط، في ناس دخلت، حتى انا اعرف واحد صديقي كان من شباب الاخوان دخل حزب التحالف الشعبي. ففي مجموعات مختلفه، من ضمنها المجموعه اللي شاركت في تاسيس حزب التيار المصري. فبتخرج خلاص انت بتبقى فكر مختلف ومنفصل. انا بقول لك المجموعه بتاعت التيار المصري اللي كنت واحد منها شجعني اساسا على هذا الانفصال هو فكره اختلاف المواقف السياسيه الثوريه في هذه المرحله الهامه من تاريخ مصر. المواقف كانت متباينه والرؤيه كانت متباينه. اظن كلنا دلوقتي شايفين ان المواقف مختلفه ومتباينه بين الاخوان وبين مجموعات شباب الثوره بشكل عام. هو ده السبب الاساسي. بالمناسبه المجموعات دي مثلا زي ما دخلتش اصلا حزب الحريه والعداله العداله من البدايه، من اول لحظه كنت رافض ان انا انضم لحزب الحريه والعداله لاسباب متعلقه بتنظيم وبناء الحزب نفسه. نقدر نعرف ايه هي؟ يعني انا متخيل ان حزب الحريه والعداله هو حزب ليس له استقلاليه على الجماعه، وشايف ان دوت كان يضر الحزب ويضر الجماعه الاثنين، يعني يضر الجماعه ويضر الحزب. فانا واحد من الناس رفضت ان انا من الاول ان انا اخش حزب الحريه والعداله قبل ما حتى تطلع فكره حزب التيار المصري الخاص. اتفضل. اللي حصل في قضيه تمويل الناس ديت كتير من يعني المصريين كتير حسوا ان نفسهم اتكسرت بعد اللي حصل دوت وكده. عندك حق. حضرتك دلوقتي احنا ايه دورنا اللي احنا يعني نعمله؟ والحل الثاني نسبة فيه يعني ليه؟ السبب فيه ايه؟ السبب اللي خلى دوت حضرتك لما امريكا تمسك واحد مصري او كذا واحد مصري في قضيه بيتحكموا، واحنا هنا لما نمسك ناس اجانب البلد بتقوم ونسيبهم. طيب هو القضيه لها شقين، شق متعلق بالمنظمات ديت السياسيه والحقوقيه والاعلاميه. النظام القديم كان بيتعامل معاهم طول الوقت بنفس المنطق، ان هو كده تشتغل في ترخيص. ده بيحصل مع اغلبيه المنظمات الاعلاميه زي مثلا الجزيره مباشر مصر اللي حصل معاها، زي منظمات المجتمع المدني، زي منظمات حقوق الانسان. ليه بقى؟ عشان لما يعوز يقرصها او يعمل عليها أو يعني الجيش جه عمل نفس النظام بالظبط. فلما اتضايق من الجزيره مباشر قام قتلها. لما اتضايق من المنظمات بتاعت حقوق الانسان او المنظمات اللي بتضرب الشباب سياسيا او الاحزاب ومنها حتى حزب الحريه والعداله وحزب الوجود نفسه ضربوا هذه، لما اختلف مع امريكا لسبب غير معلوم للعوام حتى الان، محدش عارفه حتى الان، احداث كتيره قوي تتعلق بحزب الاسلاميين وهل بيتخانقوا على موعد تسليم السلطه، هل تتعلق بسوريا. فعلا مفيش سبب معين، لكن لما حصلت الخناقه دي فبدا يضيق على المنظمات بتاعته دي، قام قرص عليها. فلما قرص عليها بدا يتصالحوا، فلما اتصالحوا فاكر متعرضوا تاني. طب معنى كده ايه؟ معنى كده انه يتدخل بشكل ساكن في كل الامور، منها المجتمع المدني ومنها القضاء. ودوت مشكله من ضمن المشكلات الموجود فيها دلوقتي المجلس العسكري، انه يتدخل في الامور كلها وواصل التدخل في الموضوع دوت. لان فعلا عشان كده بقول لك انا كمان حزين ان ادخل التدخل في المؤسسات القضائيه، وده شيء ينسب. الناس بيقولوا دي مؤامره وكده على مصر. يعني في اسباب غير معلومه فعلا، بس محدش عارف. انا بقول لحضرتك في اسباب غير معلومه فعلا. ماشي. يا ريت يعني احنا كمان حدث الثوره نعرف رؤيه الحزب افضل نتكلم عن رؤيه الحزب وبرنامج الحزب البرنامج نفسه محمد نصر او احمد احمد ممكن نركز بس الاسئله على كده.
مشاكل يعني تحت امركم. حضرتك على ايه؟ اتفضل. يعني حاجات الحزب اولا، بعدين ممكن نتكلم في السياسه. اتفضل. ليه لم يتم التفكير في التيارات القريبه من بعضها، الاحزاب اللي هو في حاله من حالات المبالغه والتكتل؟ لان انا بفكر الكلام دوت اللي هو فكره التيار الاساسي، فكره المدنيه، فكره المحافظه، فكره انك ما تشمل هم بكيان او سواء دعوي او اقتصادي او الافكار دي كلها بلاقيها في حزب الوسط. انا اصلا هو حزب الوسط، فليه لم يتم الاندماج بين حزب الوسط، حزب التيار المصري، حزب النهضه، حزب الرياده، الاحزاب الوسطيه عموما؟ ليه لم يتم التفكير ان دول يبقى ليهم كيان جامع هيبقى فيه قوه اكبر؟ يعني اعتقد تقدر تواجه سواء التكتل الاقتصادي او التكتل الديني في الناحيه. هو الموضوع ده يعني هو طول الخط وارد واحنا مش عارفين من حيث الاساس. ما دام انت ذكرت موضوع حزب الوسط، هو قد يكون ان الاطار الفكري العام قريب من بعض، لكن احنا مختلفين معاهم في آليات العمل على الارض وبعض طريقه الحركه على الارض. يعني احنا حتى لما استاذ محمد كان بيتكلم على موضوع المركزيه وفكره ان احنا حتى عايزين الحزب ما يبقاش الحزب المركزي، دي حاجه مش موجوده في الوسط. دي احنا عايزين نعمل حاجه جديده، هي دي مش موجوده في الوسط. انا بس مش عايز اقول ان احنا في قطاع كبير جدا من الناس بتخرج من الوسط وبتيجي التيار المصري، ان فكره عندهم مثل الحزب متشخصن في رمز. الحاجه الثانيه ان هو بيدار مركزيا بنسبه 100%، تمام، وان مفيش اهتمام ببعض القواعد في المحافظات. انا مش بقولها من باب ذكر مثال حد تاني، لكن من باب بقول ان احنا دي نقاط مهتمين بيها بشكل حقيقي وعايزين نطبقها بشكل حقيقي على الارض. وما نتواصل مع حد لو فعلا الحزب الاخر اللي احنا بنتكلم معاه وصلنا ان النقطه دي هو مش مستعد او مش ناوي يعملها، بيبقى بالتالي ده انا لو قابلت هذا الاندماج يبقى انا بكسر نقطه رئيسيه انا ناوي اعملها. احنا فعلا شايفين يعني قراءه الفتره اللي فاتت بالكامل بتقول ان فيها نقاط ضعف كتيره كانت حاصله في الحياه السياسيه وفي اداره الدوله بشكل عام. فما ينفعش ان احنا نقول احنا حزب شبابي وعايزين نطور الفكر والكلام ده ونيجي نعمل كوبي بيست من اللي كان بيحصل وننفذه تاني على الارض. ما احنا كان عندنا شويه رموز شبابيه ثوريه وممكن نعمل حزب مركزي، وفي رجال اعمال عرضت ان هي تمول وتخلص توكيلات في اسبوعين 3 شهر والكلام ده، ويبقى في حزب قائم على بعض الرموز الشبابيه في القاهره ويبقى يدار الامر من القاهره. يعني احنا خدنا الطريق الاصعب. الطريق الاصعب ان احنا ننزل نقابل الناس ونطرح فكرتنا ونكون مجاميع حزبيه في المحافظات ويبقى ليهم دور في العمل في المحافظات وتفعيل العمل في المحافظات. وداخلين دلوقتي على اهتمام بالعمل الطلابي في الجامعه، وان احنا يبقى في تواجد في الجامعه وان احنا نحتك بيه. كان لسه من كام يوم فاتوا كان الاستاذ اسلام لطفي وكيل مؤسسين كان موجود في جامعه بنها في ندوه كانت هناك كانت هي على الضغط. فقد نكون متفقين في اطار عام، لكن في بعض التفاصيل بتاعت الموضوع. في بعض الاحزاب كانت لما يعني اضيف على كلام الاستاذ احمد، لو عايزين نوضح بالظبط يعني الوسط حزب، احنا قلنا ان احنا حزب بنصنف حزب وسطي، بس حزب الوسط وسط ما بين التيارات الاسلاميه، يعني بين المتشدد بين الاسلاميين والمترقص او المتساهل او ما الى ذلك، تسميه زي ما تسميه. احنا حزب وسطي بين الايديولوجيات المختلفه بين الاسلامي والليبرالي واليساري، فده اختلاف فكري جوهري يعني الى حد كبير. دي اول نقطه. النقطه الثانيه اللي بنتكلم فيها احمد هي شكل الفاعليه على الارض وشكل التوجه على الارض. مثلا احنا عرضنا على الوسط بشكل الاشكال ان هو يكون موجود مثلا مع الثوره المستمره. حزب العدل برضه حزب جدا، لو خدت الورق بتاعه هتلاقيه قريب جدا من الافكار، بس هو في النهايه حزب ليبرالي محافظ، يعني هو ليبرالي ولكن في بعض المحافظيه. غيرنا برضه احنا بنصنف نفسنا لو انت بس دقيق يعني احنا قلت وسطي محافظ، فده برضه في اختلاف شويه هو اكثر ليبرالي. مثلا حزب العدل دلوقتي بيبحث الدمج مع حزب المصري الديمقراطي ومصر الحريه الليبرالي، فده يدل ان هو متواجد. والحقيقه ان احنا حصل زياره وديه بيني وبين يعني بيننا وبين مجموعه من الحزب عندنا ومجموعه من حزب العدل، كان الاسبوع اللي فات ده بالسر يعني، بس يعني الكلام ده ما نشرناهوش في الجرايد. كانت زياره وديه ما بين القيادات هناك وقعدنا مع بعض وقالوا لنا والله قلنا لهم احنا ما عندناش اي مشكله في الدمج وما عندناش اي مشكله ان احنا نقرب كل الناس قريبين من بعضها، لان احنا محتاجين فعلا نعمل جبهه كبيره، لكن الدمج مع مصر الديمقراطيه ومصر الحريه هيخلينا حزب الليبرالي مش حزب وسطي. فحدود الموقف من دوت واحنا ما عندناش مشكله. كذلك المشروع انا بقول ديت مشروع اندماج وارد جدا مع عدد من الاحزاب اللي انت قلتها زي النهضه، واحنا فعلا بدانا معاهم مشاورات كانت طويله قبل الانتخابات، توقفت ايام الانتخابات
لان هم دخلوا في الانتخابات مع الوسط واحنا دخلنا مع الثوره مستمره. بعديها بدا تاني المشروع بالاندماج وحاول نفس الفكره. احنا قلنا لهم ها انتوا حابين تبقوا وسط بمعنى اللي وسط بين التيارات الاسلاميه ولا وسط بتاعنا اللي هو بين التيارات المختلفه؟ فده كان محل جدل بينهم، خد منهم شهرين ثلاثه، بعدين جم قالوا بعد الانتخابات لا احنا لقينا ان الافضل هو ان احنا نبقى وسط زيكم التيارات المصريه التيارات المختلفه. وبدانا فعلا ندرس معاهم ايه امكانيه دمج وتوحيد القوى ما بيننا وبينهم. وكذلك برضه نفس الكلام مع الرياده، نفس حزب الرياده حصل معاه نفس الحوارات. وكل الاحزاب اللي فعلا شايفين انها ممكن تكون رؤيتنا قريبه مع بعض، احنا عندنا على استعداد تماما توحيد الجهود والى الدمج معاهم ما دامت الرؤى واحده وما الطرق واحده وما دامت الاهداف واحده. فده احنا مستعدين تماما. لا وعندنا جايد لاين في الموضوع، يعني عندنا احنا بنتكلم ان احنا مش ناويين ننجر لفكره حزب اللي ماشي ورا رمز، يعني شخصنه الحزب في الشخص احنا مش ناويين نعملها. فكره ان احنا نبقى حزب رجل اعمال مش ناويين نعملها اطلاقا، لان في الاخر هنتحول الى فاترينا سياسيه لهذا الممول. في الاخر يعني هو نخضع لآرائه او توجيهاته ايه وما نقولش ايه ونشتم مين وما نشتمش مين بناء على هذا الممول. فمش ناويين نبقى فاترينا سياسيه الممول كرجل اعمال. حزب النهضه اللي هو بتاع الدكتور عبد المنعم مفتوح. لا اللي هو الدكتور ابراهيم الزعفراني كان وكيل مؤسسين. فهو احنا في جايد لاين لينا في ازاي نتواصل مع الاحزاب الاخرى اللي هي الخطوط العريضه بتاعتنا، ان احنا مش ناويين نتجاوزها، عشان في الاخر لما نيجي نعمل كيان بناء على فكره، مش نعمل كيان عشان عايزين ناخد اليافطه او الرخصه وبعدين نتكلم ان احنا ده رئيس الحزب ازاي من الاول. يعني ليس الهدف هو فقط تأكيد حزب بقى بسرعه والكلام ده. بس هو في النقطه الايديولوجيه يعني احنا في الوسط برضه بنركز على نقطه الحريه، فتلاقي تمام تلاقي اختلاف شويه في الناحيه الاقتصاديه. الناحيه الاقتصاديه برضه في تركيز على ذلك كمان مفهوم ممكن تلاقي يعني يميني شويه ماشي بالظبط اديك قلتها. ولكن انا شايف ان الاندماج بين الكلمات دي يعني انا ما عنديش مشكله هيضيف لبعضه وهينقص من السلبيات في كل وقت. تمام انا ما عنديش مشكله بقول لك في الاندماج والاحزاب الثانيه غير الوسط اللي زي العدل وزي النهضه وزي الرياده، احنا فعلا جلسنا معاهم جلسات بهدف الدمج. الوسط ما حصلش ده لان هو كان شايف ان هو له طريقه وشايف ان هو له ايديولوجيه معينه فماشي فيها. اللي بدا يتعاون حول الفكره احنا ما عندناش مشاكل معاه. فاذا حصل ده مع حزب الوسط احنا مرحبين جدا لو انت حاسس معانا الفكره وقربنا من بعض، فانا ما عنديش مشكله. انا شخصيا اهو ما عنديش اي مشكله. هو بس في كان حصل في حاجات من خاصه من استاذ عصام سلطان كان في دمياط، هو كان بيبريزنت نفسه ان انا البديل الاكثر توعيه والاكثر وسطيه من الاخوان المسلمين. يعني كان هو بيخاطب الكتله بتاعت الاخوان المسلمين ان هو يستعد يكون الوريث الشرعي سياسيا لجماعه الاخوان المسلمين. وتوجهه ده يعني في ناس قرأته نوع من انواع البراجماتيه السياسيه ان هو عشان ياخد اصوات هذه الكتله، او في ناس قرياه ان هو لا ده فكره هو خريج نفس المدرسه ونفس الفكره وشايف ان هو يطبقها بشكل افضل. ففي الاخر هو حاصل نفسه في الفكره دي حتى في الحركه على الارض، في البيانات والكلام اللي طلع في دمياط في الندوات اللي قالها دي الكلام اللي مش عليه هو حاصل نفسه في التراك ده. هو لو قارنت بينها احنا بنتعامل مع التراك ده احنا وسط بين كل الافكار حتى الفكر الاسلامي اللي كان عايز يلخص محمد حد عنده ثواني. انا اسمي محمد عبد الغني في القاهره. فكره انضمام الحزب او اقتناعي بالحزب اللي حزب التيار المصري لانه حزب وليد الثوره المصريه، حزب عبر عن الثوره المصريه اللي احنا كنا بنتمنى، حزب حامل اهداف الثوره بيدافع عنها، حزب يمثل فيه المركزيه عوده المركزيه او في اتخاذ القرارات. ان ده هيعوقني انا كشاب داخل الحزب ان اللي باخد قرارات بشكل مركزي من القياده بس، زي مثلا في جماعه الاخوان المسلمين. فكره الثوره المصريه ان الحزب بيعبر عن توجهات الثوره عن الثوره طبيعي جدا ان هو شايل اهداف الثوره وتكون هيسعى لتنفيذ الاهداف دي. فكره التخلص من الجمود الايديولوجي من الحزب، التخلص من القوالب الايديولوجيه والجمود الايديولوجي في العمل السياسي، ان هو لا يصنف كيميني او كيساري زي ما استاذ محمد قال ان هو وسطي بين التيارات السياسيه، ياخذ من البيانات اللي احسن في الحريات وحقوق الاقليات وفي اليسار في الدفاع عن العمال وحقوق العمال والدفاع عن حقوق الفقراء والدفاع عن وطالبتهم بالعداله الاجتماعيه. بس اتكلمنا
بتكلم عن دور الريادي لمصر على المستوى العربي والاسلامي، ان احنا المحافظه على الهويه الاسلاميه، المحافظه على دور مصر الاقليمي، فكره القوميه العربيه. يعني احنا بنجمع تيارات سياسيه مختلفه، اجمل ما في اليسار من حقوق العمال والفقراء والعداله الاجتماعيه، اجمل ما في الليبراليه من الدفاع عن حقوق الاقليات ايا كانت الاقليات والمطالبه بالمساواه، اجمل ما في القوميه وحلم القوميه العربيه المتواجد في توحد الوطن العربي ككيان واحد، المتواجد في دور مصر الاقليمي ودور مصر الاسلامي، المحافظه على الشخصيه والهويه الاسلاميه. انا شاب دخلت التيار المصري ان انا شايف ان انا اقدر ان انا ابني بناء سياسي داخل التيار المصري، دخلت التيار المصري عشان شايف ان انا اقدر اصنع اهداف الثوره اللي انا نزلت عشانها. شايف ان التيار المصري حاسس بيقدر يعبر عننا كلنا، يقدر يجمع تيارات سياسيه مختلفه على هدف واحد اللي هو هدف الثوره. لو حد عنده وحضرتك بتقول الحزب الوسطي محافظ، يعني ايه محافظ بقى؟ محافظ بمعنى انه يحترم بشكل اساسي القيم الدينيه للمجتمع المصري، ويحترم قيم الدين بشكل عام، والقيم الاخلاقيه والعادات الاجتماعيه للمجتمع المصري. لكن في موضوع القيم الدينيه اللي هيفرضها هل هي الدوله ولا المجتمع؟ المجتمع ويحكمنا بذلك الدستور، مش خلاف عن الدستور بينبع في كل احكامه من الشريعه الاسلاميه زي ما هو موجود في نص الدستور، بس ممكن يكون ده ما كانش مفعل. لكن انا شايف ان دي حاجه خلاص، دي حاجه مستقره عند المجتمع المصري، حتى المسيحيين نفسهم ما بيعترضوش على الماده الثانيه. يعني من سنه 20 سنه هي صراع حول الماده الثانيه، صراع وهمي، لكن ده انا شايف ان ده شيء مستقر في المجتمع المصري. هو كل اللي يهمه الحوار الشخصيه بتاعته. بالظبط. فشايف ان ده صراع وهمي، يمكن احنا نتاكد ان احنا محافظين حتى لو بنتكلم عن قيم حقوقيه عامه او ما الى ذلك، وده على فكره موجود حتى في الدول الاوروبيه، هتلاقي في احزاب اكثر محافظه من احزاب اخرى، يعني حتى في اوروبا. هل من ضمن اهداف الحزب تطبيق الشريعه الاسلاميه مثلا؟ انا بقول لحضرتك فكره تطبيق الشريعه الاسلاميه دي فكره الماده الثانيه موجوده، اللي هي ان الشريعه الاسلاميه هي تفعيلها بقى. لا، احنا بننظر للشريعه بشكل ما. تطبيق الشريعه عندنا احنا بننظر للشريعه بمعناها المقاصدي، يعني الشريعه لها مقاصد، او الشريعه الاسلاميه لها مقاصد زي الحفاظ على النفس والحفاظ على الوطن وما الى ذلك. المقاصد العليا دي اذا طبقت هي تطبيق الشريعه. اما ان انا اخش في صراع حول تطبيق الحدود في هذه المرحله او ما الى ذلك، دي كلها اشكاليات فقهيه واشكاليات مش موجوده في المجتمع وفي العصر اللي موجود فيه. لكن اللي انا بقوله، لو النهارده مصر هي قلب العروبه وقلب الاسلام، اذا تطورت مصر واصبحت قويه سيصبح العالم العربي قويا، اذا اصبح العالم العربي قويا اصبح العالم الاسلامي قويا، واصبح الاسلام منتصرا بمعنى الحقيقي لانتصار الاسلام، او اصبح الاسلام في موضع اخر غير اللي احنا فيه حاليا كمسلمين على مستوى العالم. هي دي الفكره. فانا شايف ان انا خدمتي للاسلام تنبع اساسا من خدمتي الوطني واعلاء شانه واصلاح احواله. ده هتؤدي في النهايه الى الهدف المقصودي من الاسلام، او الهدف ان يكون هناك خدمه للاسلام. والفكره ده اللي حتى بعض اعضاء الشعب مثلا المختلفين، يعني هو دخول البرلمان كان بشعار الشريعه وتطبيق الشريعه وكده، فقعد معاهم بعد ما دخل البرلمان والكلام ده، فبنسالهم تاني قصدك ايه بقى بتقول تاني؟ فقال الموضوع طلع مختلف تماما. الموضوع ان هو في الاخر لما بتمسك طب انت في المرور فتطبق الشريعه، يعني قصدك ايه بتطبيق الشريعه في المرور؟ طب انت في موضوع مقالب الزباله دي قصدك ايه بتطبيق الشريعه في المرور؟ فهو في الاخر ما له علاقه باداره الحياه. في الاخر الشريعه الاسلاميه مجموعه من الضوابط الحاكمه لتصرفات الاحزاب والافراد والناس اللي بتدير الدوله بالكامل. هو شيء ضابط الامر ان انا اقتدي بيه وما اخرجش بره الاطار بتاعه. فهم حتى يعني بدات الافكار تتطور وتبقى اكثر تبلورا في تصوراتهم. حتى كان في قعده اخيره مع الاستاذ اشرف اللي هو وكيل مجلس الشعبي اشرف ثابت. فهو الموضوع بيسموه الملعب اللي احنا بنتكلم فيه غير ملعب التنفيذ العملي في مجلس الشعب غيره. هو في الاخر تنزيل الكلام ده في قرارات وقوانين وحاجات حاكمه لجهاز الدوله بالكامل. الموضوع في الممارسه صعب، وفي الممارسه مفيش حاجه اسمها مفيش حاجه طب هات لي المينيو بتاع او المانيفستو بتاعت الشريعه الاسلاميه اول ما تطبقها تطبق. هي الموضوع مش ببساطه اللفظ،
مش ببساطه القول. هو عايز مجهود كبير جدا، لان في مساحات ضخمه جدا ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حرم، فيها وجهات نظر. يعني انت هتعمل الطريق ده اتجاه واحد ولا اتجاهين؟ يعني هو في الاخر الشرع في الاخر. خلينا في الاساسيات. ما انا بقول لك ده في كتير، ان حتى في الناحيه الاقتصاديه هتخليها سوق مفتوح ولا تخلي اللي فيه دور للدوله لاداره الاقتصاد المصري؟ دي حلال ودي حلال. فهي في الاخر عايزه دور من المتخصصين في المجالات المختلفه عشان نوصل للافضل لصالح المجتمع. طيب احنا لو كل موجودين عمل استثمارات تعارف دي مالهاش علاقه على فكره دي مش استثمارات عضويه في الحزب، استثمار تعارف الداتابيز بتبقى موجوده، لو في فعاليات عامه او انشطه هنحاول نشرف ان احنا ندعو حضراتكم ليها. في ورقه ثانيه اتمنى تكونوا خدتوها اللي هي ورقه برؤيه وسائل الحزب ومرتكزاته بحيث ممكن تقرا بهدوء الى ذلك. هيتبقى ورقه اخيره لمن يرغب. احنا لسه حزب تحت تاسيس، يعني ما يجمعش عضويات، احنا بنجمع توكيلات، فانا هسيب مع محمد بعض صور من التوكيلات لمن يرغب في عمل توكيل امم الحزب. انا بشكركم من حسن استماعكم وبالقعده الجميله، وفعلا المكان ما شاء الله يعني لطيف. بشكركم جدا وجزاكم الله خير، وان شاء الله تحت امركم في اي وقت من وسائل التواصل ان شاء الله. شكرا جزيلا. السلام عليكم.